من منخفض لمرتفع، عشان كده دايما بقول ان حرف البي وحرف السي هم اعلى منطقتين موجودين في النرجس الجديده. احنا دلوقتي بنخلص حرف الاي وحرف السي، هيقابلنا بعد كده حرف الاف وحرف السي، هيقابلنا بعد كده حرف الاي في الفاصل رايح جاي، هيقابلنا حرف الاي وبعد كده هيقابلنا حرف الدي. احنا دلوقتي على يمنا حرف الاي، اوكي. حرف الاف الشغل فيه اكتر، حرف الاي لحد ما، حرف الاي مش تخين قوي، بس هو مش حجمه كبير قوي يعني. هناك اهو باين البوابه بتاعت الاتوماتكس، هنا الاتوماتكس اهو، وده حرف الاي. يخلص حرف الجي ويبدا حرف السي. هغرز ماشي. اللي في وشنا ده كده حرف السي، اه الراجل بيقول لي هتغرز لف شكله، واللي على يميننا ده حرف الاي. اذا احنا دلوقتي صورنا حروف ايه بقى؟ صورنا حرف الجي وصورنا حرف الاف، ودوت الجزء اللي هو حرف السي وحرف الاي. اللي على يميننا ده حرف السي. مهم، مباني كتير، انشاءات شغاله. طيب السكن يا جماعه الخير مش قبل 2026، نبقى عارفين كده. بالعكس يعني 26 هيبدأ ناس تسكن. دي واضح انها دي منطقة خدمات، دي منطقة خدمات في النص. دي بنزينة ولا انا بيتهيألي ايه؟ ده خزان بنزينة يعني، ممكن، مش عارف. لا ما اعتقدش انها بنزينة، لا البنزينة مش بالكثافة دي. ممكن يكون مسجد. منطقة خدمات دي كلها اللي موجودة. ماشيين هنا بشكل عشوائي اهوت. حاجات كتير خلصت بالفعل في منطقة النرجس الجديدة. بحاول اصورها لكم بشكل سريع. زي ما قلت لكم دي كده منطقة سي، منطقة سي. الراجل يعني بتاع تويوتا ماشي، كل ما يمشي يلاقي خارج. دي منطقة سي، ماشيين احنا في قلب منطقة سي، مش الشوارع الداخلية. هي بس من وجهة نظري بيعيب النرجس الجديدة الشوارع الداخلية انها ضيقة شوية. النرجس الجديدة بيعيبها من وجهة نظري ان الشوارع ضيقة شوية. السلام عليكم. دي مشكلة. احنا ماشيين في قلب منطقة سي بشكل عشوائي. منطقة سي ومنطقة بي من أكبر المناطق اللي موجودة في النرجس، هي والنرجس دي. المرحلة التانية بعدها أعتقد دي لسه هيبدأوا فيها مباني مش قبل سنتين. لكن منطقة النرجس فيها شغل بصراحة، فيها شغل جامد يعني. يمكن الناس عايزة تخلص علشان خاطر تسلم، علشان اللي باع في الاسعار الاقل ما يبقاش عنده مشكله. دلوقتي كل شويه الخامات بتزيد فبتبقى مشكله. المهم احنا كده خدنا جوله سريعه في النرجس الجديده، هنصور فيها فيديو تاني قدام شويه بحيث ان احنا نبقى عارفينها. عايز اوريكم برضو شكل العمارات في حرف الكي. لو بصينا في وشنا ده حرف الكي. حرف الكي العمارات اكبر، دي مساحتها 700 واحنا طالعين، 700 800 لحد 900، 700 واحنا طالعين. هي كانت فيها مشكله في موضوع ترخيص 3 شقق، بس بالفعل بدات تتاخد. فهي 3 شقق في الدور في الغالب، شقتين امامي وشقه خلفي. العمارات اللي هناك دي عمارات النرجس، عمارات اللي هي المنطقه القديمه. ويبقى احنا كده في الشارع الفاصل ما بين حرف السي وحرف الكي النرجس الجديدة. شوفوا كل شوية نطلع. حرف السي مرتفع زي ما قلت لكم، هو حرف البي كل شوية نطلع اهوت، واحنا متجهين لحرف البي. وادي النرجس الجديدة. لا على شمالنا دي حرف الكي، على شمالنا ده ايه؟ حرف الكي. في مباني برضو مش كله، لكنه في مباني وفي شغل. وديت
حرف السي. هنطلع حالا في الشارع الفاصل ما بين حرف السي وحرف البي، هو الشارع ده الشارع الفاصل ما بين حرف السي وحرف البي. على يميننا حرف السي وعلى شمالنا حرف البي. تقريبا قطعنا جزء كبير جدا، اكتر من تلت النرجس لفيناه في الفيديو دوت. وهنطلع تاني على محور محمد نجيب، ونبقى هناخد لكم فيديو تاني في النرجس قدام شويه ان شاء الله. دايما بقول من الواقع بتبان امور كتيره قوي ومهمه قوي وتفاصيل كتيره ممكن ما يكونش حد واخد باله منها لو ما شافش المواقع على الطبيعه. يلا بالتوفيق للجميع.